السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا النهاردة نروح لقرية اسمها قرية بهمو في محافظة الفيوم، مركز سنورس، ونشوف المدرس اللي اسمه محمد اللي عنده 48 سنة عمل ايه. اللي حصل ان المدرس دوت اعجب بواحدة، والواحدة دي واحدة مطلقة وعندها 28 سنة واسمها عبير. بالرغم ان المدرس ده بيكون اهم حاجة عنده سمعته، لان هو بيدخل بيوت، غير كده كمان راجل ده معلم اجيال. فهو هنا اعجب بواحدة وبقى مش عارف يوصل لها ازاي، وعايز ان هو للأسف ان هو يمارس معاها وبس. قدر يوصل لرقم تليفونها بطريقة ما، وبدأ ان هو يكلمها. فأول مرة هي صدته، في التانية صدته وقفلت السكة، في التالتة طب انت عايز ايه؟ قال لها انا عايز اقعد معاكي نص ساعة وانت مطلقة، يعني الموضوع مش هيفرق معاكي. قالت له خلاص انا موافقة، بس هتدفع 2000 جنيه. قال لها وانا موافق. وافق ان هو يدفع 2000 جنيه علشان خاطر يقعد نص ساعة مع واحدة في الحرام، رغم ان هو راجل متجوز وعنده ولاد. يعني ده لو مراته طلبت منه 100 جنيه زيادة، يا سلام على اللي ممكن يحصل. ولكن لما يكون في الحرام زي الصاروخ. واديته الميعاد وراح لها في الميعاد يعني اللي اتفقوا عليه. ولما دخل الشقة قالت له خش انت بس اقعد في اوضة النوم لغاية ما هدخل الأوضة التانية اغير واجيلك. قال لها لا تغيري ايه؟ تعالي غيري قدامي. قالت له مفيش مشاكل. دخلوا الأوضة وقفلوا على نفسهم، ولسه بتقلع لقى 2 داخلين عليه، أخوها وواحد تاني صديقها أو صديقه. والاتنين هنا مسكوه. يا راجل انت مدرس، عيب عليك، ايه اللي انت ده، ايه ده جاي وتدفع 2000 جنيه عشان تقضي نص ساعة؟ مسكوه ضربوه وراحوا مصورينه في أوضاع مخلة. وبعد كده بعد ما ضربوه وروقوا عليه، خد امضي بقى على الوصولات دي، ومضوه على 5 وصولات، وقالوا له بكرة تكون عندنا وتجيب معاك 10,000 جنيه، ويلا بقى على أمك. وخد بعضه وراح مروح البيت. الراجل جسمه متدغدغ، مش قادر ينطق ولا يتكلم يقول حاجة لحد، هيقول ايه؟ ولا يقدر يفتح بقه مع حد. وتاني يوم راح سحب 10,000 جنيه من البنك وراح لهم علشان خاطر يدفع لهم الفلوس. وقالوا له وقت ما نطلب منك تجينا، وانت عارف لو ما جيتش الصور والفيديوهات دي كلها هتكون عندك في المدرسة ولزمايلك ولمراتك، ويعني هتتفضح. قال لهم لا حاضر ماشي، وخد بعضه ومشي، وقعد يفكر اعمل ايه في اللي انا فيه، في المصيبة اللي انا فيها. وراح على اسم الشرطة وقال لهم الموضوع كله. وهنا بدأ طبعا مدير المباحث يبحث في الموضوع لغاية ما جاب الست ديت، وجاب اللي هم دخلوا عليه مين هم. جاب واحد منهم اللي اسمه خالد، والتاني اسمه محمد هرب، لغاية ما جابوا محمد كمان واعترفوا باللي عملوه. وأتاريهم هم بيعملوا كده أصلا وبيستدرجوا الرجالة علشان خاطر قبل ما يلمسوها يكونوا هم داخلين عليه ومسكينه وضربينه ومصورينه، ويبدأوا إن هم ياخدوا منه إن هم عايزينه. وتم القبض عليهم هم ال3. واتفضح محمد المدرس اللي عنده 48 سنة. ليه؟ هو ده آخرة الحرام. انت كنت ماشي عدل وراجل مدرس وربنا فتح عليك والحمد لله، وظيفة كويسة بسم الله ما شاء الله عليك، وعندك مراتك وولادك، مشيت في الحرام وعايز تدفع 2000 جنيه كمان عشان خاطر تقضي نص ساعة. الشيطان أغواك إن أنت النص ساعة دي أنت هتعيش بيها أحسن، يعني أحسن نص ساعة في حياتك. ولكن للأسف هذا اللي حصل لك كان عبرة ليك وعبرة لأي حد يفكر إن هو يمشي في الحرام وإن هو يخون زوجته بالطريقة ديت. هنقول ايه غير لله الامر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.